السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سلوى بدر، وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بليلة تحفة بمناسبة بقى الشتاء والجو البرد والسقعة اللي احنا فيها دي. هنعمل بقى مع بعض البليلة الحلوة بطريقة المحلات، بس طبعا احلى وانضف وارخص كمان بكتير. ويلا بينا نبتدي فيديو النهاردة. وقبل ما نبتدي ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف البليلة بتاعتنا دي هنعملها ازاي. اول حاجة عندي بجيب القمح المقشور، بيبقى مقشور كده جاهز بيتباع في المحلات او في السوبر ماركت. وهنبدأ ان احنا هنقعه في المية لمدة ساعتين اتنين، او ممكن كمان تنقعيه من بالليل وتعمليه الصبح. وبعد الساعتين هتلاقوا لون المية اتغير معايا كده. هنغير المية بتاعته بقى، وبشطف الغلة بتاعتنا او القمح شطفة حلوة كده. واجيب حلة كده على النار، وابدأ ان انا احط فيها القمح الجميل بتاعنا ده، واسيبه يغلي براحته خالص على نار متوسطة. يعني بيقعد معايا حوالي من 30 ل 40 دقيقة على نار متوسطة. وبعد ما يستوي معايا بيبقى عندك بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين. الحباية فتحت واستوت خالص وبقت زي الفل، وبتتشرب المية بتاعتها زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى عندي لتر من اللبن. اللبن بتاعنا لبن كامل الدسم زي ما انتم شايفين كده. اللبن عامل ازاي والقشطة بتاعته، لا اللبن عندنا مختلف خالص. وهجيب عندي هنا السكر، والسكر حسب الرغبة زي ما تحبوا، حابين تكتروا او تقللوا زي ما انتوا حابين. انا حطيت 5 معالق كبار من السكر. ومعايا هنا كمان كريم شانتيه، حطيت معلقتين كبار من الكريم شانتيه. ودي بقى التكاية بتاعة المحلات الكريم شانتيه. ومعايا هنا كمان كيس فانيليا، هحطه كده بالشكل ده. وهدوب بقى الكريم شانتيه في اللبن والسكر، هدوبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بالبليلة بتاعتي في اللبن وهرفعها على النار، وهسيبها تغلي غلوتين كده على النار. وبعدين هطفي عليها النار وهبتدي ان انا احطها في الاطباق. واحنا سيبناها هنا علشان تطعم في السكر والفانيليا والكريم شانتيه. اللبن بتاعنا ده احنا حاطين فيه كريم شانتيه وسكر وفانيليا. وهنعمل البليلة بتاعتنا كده على قد العدد الموجود علشان مفيش اي حاجة تترمي. ويلا بقى مع بعض نغرفها في الاطباق. عايزه اقول لكم كل ما تسيبيها شويه كل ما قوامها يتقل معاكي، ويا سلام بقى لو حطيتيها في التلاجة شويه بتبقى جميله جدا ويبقى طعمها تحفه. حاجه سهله جدا بسيطه وما اخدتش مني خالص. هو نقع القمح بس اللي بياخد وقت شويه، وخلاص كده هي طبعا لسه دافيه. وزي ما انت شايفة ممكن تحطيها في اطباق او كاسات زي ما تحبي، على حسب الموجود عندك. وكل ما تسيبيها كل ما قوامها يتقل معاكي، وممكن لو حابة تحطي عليها مكسرات او زبيب. بس هي بصراحة مش محتاجة تحطي عليها اي حاجة خالص. هي زي العسل بجد، مش محتاجة اي حاجة. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا، انا سايبها لكم برضو في صندوق الوصف وكمان في اول التعليقات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.